الراديو 90 هواها مصر. من المناظر اللطيفة اللي شفتها في دورة ريو اللي فاتت منظر أختين توأم ألمانيتين في سباق من سباقات الجري. واحدة كانت سابقة التانية اتأخرت واستنت أختها عشان يعدوا خط النهاية سوا. ورغم أن التصرف اتقابل باستهجان من المسؤولين الألمان عن الرياضة، ألمان بقى ما عندهمش مرحميني، وقرروا كمان أنهم يعاقبوا الأختين، إلا أن الأختين صرحوا أن قوة الرابطة بينهم كإخوات كانت أكبر بكتير من قدرتهم على تحمل المنافسة، وأنهم سعداء جدا بتصرفهم مهما كلفهم. أو النبي زي ما بقولك كده. افتكرت أختين تانيين من كام سنة في مسابقة ملكة جمال لبنان، والاتنين اشتركوا، ولما سألوا واحدة لو فزتي هيكون أول قرار ليكي إيه؟ قالت لهم أهدي التاج لأختي. ولما سألوا التانية الأهم عندك اللقب ولا وظيفتك ولا أصدقائك؟ قالت لهم أختي. الاتنين فازوا ملكة ووصيفة. شوف الحلاوة. صورة الطفل الأمريكي اللي كل يوم ياخد لعبه ويروح على قبر أخوه يلعب معاه، الصورة دي دايماً بتتنطط قصادي. وعلاقات الإخوات النبيلة بين المشاهير دايماً بتوقف عندها. الأخوين رحباني مثلاً، والامتزاج لدرجة إنك ما تعرفش مين فيهم مين. هما الأخوين رحباني وكفى. علي ومصطفى أمين اللي وصل التكامل والتفاهم والانصهار بينهم إن واحد يكتب العمود والتاني يكمله. ملكات التنس مثلا في العالم الأختين ويليامز اللي كانوا دايما بيأكدوا إن الأهم من كل المجد اللي حققوه هو علاقتهم اللي مستحيل تتهز. حكايات الإخوات ما بتنتهيش. الإخوات هم الكنز الحقيقي اللي الأهل بيسيبوه لولادهم. الأخ أو الأخت دايماً بيكونوا ظهر وسند وكتف يشد ويقوي ويسند، وكتير قوي بيكونوا مخدة وحضن تترمي فيهم تفضي كل غلب وقهر الزمن على عتبتهم. زي ما بقولك كده. ده يا جدع لما بيزيد الوجع والألم عن نفر مننا بيقول آخ، فما بالك بالأخ وقيمة الأخ والأخت في الدنيا. يا بخت من كان له أخ حنين وقلبه كبير تترمي في حضنه وتعيط وتنهنه من غير لا كسوف ولا خوف، وانت متأكد انه هيتخلع قلبه أو قلبها عليك، ولا هيزهق ولا هيمل منك. أو أخ عاقل مثلا وواعي وتقيل يشدك كل شوية ويفوقك ويبكيك ولا يضحكش عليك، يواجهك بعيوبك ويفرملك ساعة جنانك. أو أخ يشجع ويزق لقدام ويفوقك من غفلتك ويتن وراك ما يزهقش منك ويعافر معاك. يا بخته بجد اللي له أخ ظل أب وحنية أم وجدعنة صاحب وحكمة أستاذ وسند ورفيق ضرب. قوموا والنبي، قوموا بعد الحلقة دي اللي متأخر عن أخوه ولا أخته في سؤال يرفع التليفون ويسأل ويكلمه أو يكلمها مكالمة طويلة، يسأل ويحكي ويضحك ويرغي، واللي قادر يخطف رجله يروح ويزور ويقعد ويحضن ويبوس ويطبطب ما يتأخرش. واللي معاتب وهاجر ومخاصم لا اخص عليك، اخص يا جدع، اخص يا أستاذة، لا زعلتوني. غطى حلة ايه اللي متخانقين عليه وفلوس ايه وجوازات ايه وورث ايه اللي زعلانين من بعض علشان ده كله عرض زايل، وربنا سامحه وسقطوا فارغة وعدوا وانسوا. ده احنا ياما نسينا للغرب وكبرنا دماغنا وفتحنا صفحات جديدة، جايين على اللحم والدم وسكين قلوبنا ودماغنا. قوم
قوموا دشنوا هاشتاج أخويا، أختي، إخواتي، واشكروا فيه الإخوات وقولوا لهم إنكم بتحبوهم قوي، وسامحوا اللي زعلانين معاكم، وافتكروا غلاوتهم ومواقفهم الحلوة. وأنا أول واحدة بعد إذنكم يعني من هنا هشكر وابعت بوس وحضان لإخواتي الغاليين قد الدنيا، إن شاء الله ما يحرمني منهم ولا يحرمكم من بعض.